يسعد ربراب يعد أكبر رجل أعمال جزائري بجملة من الاستثمارات في عدة مجالات جعلها تحت غطاء مجمع واحد هو سيفيتال الذي تخطى حدود الجزائر ليمتد لدول كثيرة، مسجلا رقم أعمال بلغ 3.3 مليار أورو نهاية 2014. بعض التفاصيل عن ربراب ومجمع سيفيتال في تقرير محمد سعدوي. يحقق مجمع سيفيتال الذي يملكه رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب نجاحات كثيرة، وذلك لاستثماره في عدة مجالات. ينتج المجمع سنويا 570 ألف طن من الزيوت النباتية، ومليون طن من السكر، و180 ألف طن من الزبدة النباتية، 2 مليون من النوافذ سنويا، 219 ألف طن من الصفائح الزجاجية، وما يقارب 10 مليون وحدة من المنتجات الكهرومنزلية سنويا. مجمع سيفيتال اتجه نحو الاستثمار في الخارج، حيث استغل ربراب الأزمة المالية الأوروبية التي بدأت سنة 2008 ليشتري عددا من الشركات التي كانت مهددة بالإفلاس منها. شراء مؤسسة أوكزو الفرنسية لصناعة النوافذ سنة 2013 بقيمة 12 مليون أورو وتنتج سنويا 210 آلاف وحدة. شراؤه لمجمع آلاس الإسباني لصناعة الألمنيوم سنة 2013 بقيمة 8.5 مليون أورو وينتج سنويا 10 آلاف طن. وشرائه لمركب فاغور برانت الفرنسي للمنتجات الكهرومنزلية سنة 2014 بصفقة بلغت قيمتها 225 مليون أورو وينتج سنويا 1.2 مليون وحدة. وشرائه مؤخرا لمركب لوتشين الإيطالي للفولاذ بقيمة 400 مليون أورو وينتج سنويا 2 مليون طن من الفولاذ. هذه الأرقام جعلت من ربراب أحد أكبر أغنياء العالم ليتمكن من دخول تصنيف مجلة فوربس. هو رجل الأعمال البليونير الوحيد لأنه خرج وتفتح نحو النجاح. ويعرف مجمع سيفيتال نسبة نمو سنوية تبلغ 30%، ويريد الدخول في مجالات جديدة يأتي على رأسها ميدان الصناعات البتروكيماوية. 2 مليون من النوافذ سنويا، 219 ألف طن من الصفائح الزجاجية، وما يقارب 10 مليون وحدة من المنتجات الكهرومنزلية سنويا. مجمع سيفيتال اتجه نحو الاستثمار في الخارج، حيث استغل ربراب الأزمة المالية الأوروبية التي بدأت سنة 2008 ليشتري عددا من الشركات التي كانت مهددة بالإفلاس منها. يسعد ربراب يعد أكبر رجل أعمال جزائري بجملة من الاستثمارات في عدة مجالات جعلها تحت غطاء مجمع واحد هو سيفيتال الذي تخطى حدود الجزائر ليمتد لدول كثيرة، مسجلا رقم أعمال بلغ 3.3 مليار أورو نهاية 2014. بعض التفاصيل عن ربراب ومجمع سيفيتال في تقرير محمد سعدوي. يحقق مجمع سيفيتال الذي يملكه رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب نجاحات كثيرة، وذلك لاستثماره في عدة مجالات. ينتج المجمع سنويا 570 ألف طن من الزيوت النباتية، ومليون طن من السكر، و180 ألف طن من الزبدة النباتية. شراء مؤسسة أوكزو الفرنسية لصناعة النوافذ سنة 2013 بقيمة 12 مليون أورو وتنتج سنويا 210 آلاف وحدة. شراؤه لمجمع آلاس الإسباني لصناعة الألمنيوم سنة 2013 بقيمة 8.5 مليون أورو وينتج سنويا 10 آلاف طن. وشرائه لمركب فاغور برانت الفرنسي للمنتجات الكهرومنزلية سنة 2014 بصفقة بلغت قيمتها 225 مليون أورو وينتج سنويا 1.2 مليون وحدة. وشرائه مؤخرا لمركب لوتشين الإيطالي للفولاذ بقيمة 400 مليون أورو وينتج سنويا 2 مليون طن من الفولاذ. هذه الأرقام جعلت من ربراب أحد أكبر أغنياء العالم